لماذا سميت مذبح بهذا الاسم؟ سميت منطقة مذبح في صنعاء بهذا الاسم نسبة للمذبحة الكبيرة التي وقعت فيها للجيش العثماني خلال فترة تواجدهم في اليمن. فقد شهدت منطقة مذبح مقتل عدد كبير جدا من جند الأتراك على يد اليمنيين، مما جعل هذا المكان رمزا لانتصار اليمنيين وهزيمة الغزاة هزيمة ساحقة. وقد دارت معركة شرسة بين الجيش العثماني واليمنيين على مشارف صنعاء وتحديدا منطقة مذبح. قد تكبد الجيش العثماني خسائر فادحة في الأرواح، حيث قتل عدد كبير من جنوده في هذه المعركة، حتى أن الأتراك لم ينسوا هذه المذبحة ولا زالوا يحقدون على اليمن إلى يومنا هذا، لأنه البلد الوحيد الذي كسر طغيانهم وحطم جبروتهم. وبسبب حجم المذبحة والخسائر الفادحة التي لحقت بالعثمانيين أطلق على المنطقة اسم مذبح، وأطلق على اليمن بمقبرة الغزاة.